السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن، واليوم حنسوي potatoes with herbs أو بطاطس بالأعشاب. البطاطس دي تتعمل بزيت زيتون وبالفرن، بطاطس صحية، بديل مرة أحسن من الفرنش فرايز ومرة لذيذة مع البرجر. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح المقادير. حنحتاج بطاطس، حنقطع البطاطس بقشرتها، فقبل ما نقطعها لازم نغسلها مرة مظبوط ونقطعها بدال حجم بالطول. حنحتاج كمون وبهارات إيطالية، بودرة بصل، توم مهروس، زيت زيتون، جبنة بارميزان، وملح وفلفل أسود. دحين صار وقت طريقة التحضير. هناخد زيت الزيتون ونحطه في كاسة أو في صحن صغير، ونحط عليه البهارات: ملح وفلفل أسود، كمون، بهارات إيطالية، بودرة بصل، التوم، وكل شي نحطه مع بعض ونقلبهم، وبعدين نسيبهم في التلاجة تقريبا 20 دقيقة، نص ساعة، إلين ما بس الطعم حق البهارات كله يصير في زيت الزيتون. بعد ما تعدي النص ساعة في التلاجة حناخد البطاطس نحطه في صحن أكبر، ونحط عليه جبنة البارميزان والخلطة حقتنا اللي بزيت الزيتون، نقلبهم مع بعض إلين ما كل البطاطس تتغطى من كل الجهات. بعدها حنشيل البطاطسات حقتنا ونوزعها على صينية فرن. صينية الفرن حقتنا حطيت عليها ورق شمعي أو ورق زبدة، ممكن تحطوا عليها قصدير بس عشان لا تتوسخ من تحت وتنظيفها يصير أسهل. حنحط البطاطس في فرن سخناه من قبل على درجة حرارة 175. أنا شغلت الفرن من فوق ومن تحت مرة واحدة. حنخليها تقريبا 25 دقيقة أو إلين ما تصير لينة. وبكده حنكون خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. البطاطس مرة لذيذة ومرة سهلة، والحلو فيها إنه تقدروا تحضروا الخلطة وتحطوها في التلاجة، ممكن تسووها في أي وقت، ممكن تزيدوا الكمية تضاعفوها، ويصير وقت ما تحبوا بس تقطعوا بطاطس تحطوا الخلطة عليها وانتهينا. المقادير حتلاقوها في المدونة. لا تنسوا لما تسووها تصوروها تبعتولي. أشوفكم قريب ومع السلامة.